واش كنحميه ولا كنخنقو حيت كنبغيه؟ تخيلوا نسر عاش حياته كامله كيظن راسو بانه دجاجه، حيت نهار الفلاح لقى البيضه تاعو حتى مع بيض دجاجه، تفقس البيض وكبر معاهم، كياكل بحالهم وكيخاف حتى هو من خيالو. نهار شاف النسر كيطير في السما سول امو الدجاجه شكون هذاك؟ قالت ليه هذاك نسر حر، ولكن انت ماشي بحالو، خليك حدايا في الامان. عاش نسر ومات بلا ما يجرب جناحو ولا يطير بحال قرانو. هنا سالت الحكايه، حيت القصه طبقتها بلا ما نشعر. النسر هو ولدي والدجاجه هي انا. خفت عليه من الزنقه وزديت عليه كاع البيبان، لقيت راسي حبستو بين 4 الحيطان، لا لعب خارج الدار ولا اختلاط بولد الجار. كثرت ليه في الحمايه وقللت ليه في الحريه، حتى لواحد النهار شفت في عينيه سؤال: واش انا ولدك ولا سجين عندك؟ فهمت بلي الحريه هي اللي كتصنع الشخصيه. فتحت ليه البيبان وطلقت ليه اليدين، خليته يواجه الدنيا بعزم ويقين، نراقبه من بعيد وندخل غير في الوقت الشديد، باش غدا يسمع لصوته ويطير بجناحه، يحقق كاع احلامه ويرسم حتى حياته. واش عرفتو؟ كثرت الحب كتخنق، خاف عليه ولكن ما تحبسوش، علمو يطير وما تقطعش له جناحه. وانتوما واش قدرتوا تضبطوا مسافه الامان؟ قولي في الكومنتير. وكلمه منك اليوم تقدر تبدل حياه طفل غدا. بارطاجي الفيديو وخليك سبب باش يعيش طفل بحريه. كانت معكم فاطمه امان.